فيف أبدايت أكاديمي. اسمح لي أن أطرح عليك سؤالا. ما هي أحلامك؟ تحلم بأن توفر مستوى معيشيا أفضل لأسرتك؟ تحلم بأن تستمتع بأوقات فراغ تمارس فيها هواياتك المفضلة؟ تحلم بشراء سيارة فاخرة رأيت صورتها على صفحات إحدى المجلات؟ أو بشراء منزل تشعر فيه بالراحة والرفاهية؟ قد يكون داخلك مليئا بالأحلام التي تعودت على تأجيلها مرارا وتكرارا بسبب دوامة التوتر والهرولة وراء ما هو ضروري، بسبب العمل اليومي الذي يأخذ منك كامل مجهودك البدني والفكري وكامل وقتك اليومي. قد تكون قبلت طويلا بهذا الوضع واعتبرته طبيعيا، خاصة وسط ثقافة اجتماعية علمتك منذ الصغر بأن جلب المال يتطلب الكثير من العناء والمشقة، فاكتفيت بالحرص على ضمان الاستقرار من خلال الحرص على عمل قار وراتب شهري قار في إدارة أو في إحدى الشركات الخاصة أو العمومية. لكن اسمح لي بأن أطرح عليك السؤال التالي: هل تعتقد بأن أنظمة العمل هذه، والتي يتبعها أكثر من 95% من البشر، هل تعتقد كونها تمكننا من الحصول على الوقت الكافي والمال الكافي لكي نحقق أحلامنا وطموحاتنا في الحياة؟ هل تجعلنا نعمل من أجل أن نعيش أم نعيش من أجل أن نعمل؟ أعتقد كونك تعرف الإجابة. طبعا لا. حسب رأيك، هل يوجد شكل آخر من أشكال العمل التي تخرج عن هذين الإطارين؟ العمل براتب شهري قار أو العمل لحسابك الخاص؟ أعرف أنك ستقول لا، لكنني سأخبرك بما سوف يسعدك. توجد منظومة جديدة من العمل، والذي يعتبره الخبراء الاقتصاديون الأمريكيون تجارة القرن 21. هذه المنظومة الجديدة تمكنك بعد بضع سنوات من العمل من الاستمتاع بوقتك بكل حرية، كما تمكنك من الوصول للحرية المالية. ترى ما هي هذه المنظومة؟ هي التجارة عبر الانترنت، أو ما يسمى بالتسويق الشبكي، النتورك ماركتينج. هذه المنظومة قوية جدا لدرجة كون العديد من البلدان المتقدمة مثل أمريكا وكندا وإنجلترا تعتمد عليها أكثر فأكثر في خططها الاقتصادية. من المؤكد أنك ترغب في أن تسألني: ما هو النتورك ماركتينج وعلى ماذا يرتكز؟ قبل أن أجيبك عن سؤالك، يجب أن أعلمك بأن منظومة العمل هذه مختلفة تماما عن منظومة العمل الكلاسيكي. هي منظومة بسيطة لكنها في غاية القوة والأهمية، إذ تمكنك من إحداث تغيير كلي وجذري لنمط حياتك، شريطة أن تعمل بكل جدية وإصرار. التسويق الشبكي يمكنك من ضمان حياة أفضل لأبنائك، يمكنك من الوصول إلى حرية إدارة وقتك، وخاصة الحرية المالية التي تمكنك من ممارسة هواياتك. الوصول إلى الحرية المالية يعني الالتزام بالعمل الجاد والمنظم حسب القواعد الخاصة بالتسويق الشبكي، وذلك لمدة 3 إلى 5 سنوات. بعد هذه السنوات لن تكون مضطرا للعمل بقية حياتك. فلنكن واضحين، التسويق الشبكي ليس مشروع ثراء سريع وسهل وخال من التعب. التسويق الشبكي يتطلب طريقة عمل صحيحة منظمة ومدروسة، يتطلب عملا جماعيا في شكل فريق. بهذه الطريقة يمكنه أن يفتح لك باب الحصول على أرباح هامة جدا، ويحدث التغيير الجذري في حياتك. النجاح يوجد في داخلك، في إصرارك وصنعك لهذا النجاح. التسويق الشبكي يتميز بإمكانية ممارسته بالتوازي مع عملك الحالي. نعم، هذا ممكن جدا، فقط يتطلب منك بعض المجهود الإضافي وحسن إدارة وقتك. ثورة التسويق الشبكي في القرن 21 ستكون علامة هذا العصر،
وأنت لك الخيار بين ركوب قطار هذه الثورة وبين المرور بجانب الفرصة وعدم الإمساك بها واستغلالها. النجاح ليس حلما مستحيلا على الإطلاق، يجب فقط أخذ العبرة من الناجحين والانفتاح على التعلم والتقاط الفرص الجيدة التي تمر أمامك في الوقت المناسب. هذه الفرصة توجد اليوم أمامك وبين يديك، وأنت من تقرر ما ستفعله بها. أتمنى لك كل النجاح والتوفيق.